لما اقول لك اننا عايشين في دنيا مقلوبة ومحدش يرد عليا ويقول لي انت مكبر الموضوع. يعني بالله عليكم، واحد سهر وتعب وذاكر وشقى سنين، في الاخر بيركن شهادته في الدرج ويدور على شغل مش لاقي، وفي نفس اللحظة واحد بيلف ويتنطط على التيك توك واخد جايزة قدوة العام. بالله عليكم ده يرضي ربنا؟ ما تلمونيش لما اشوف مخترع عبقري عامل حاجة ممكن تغير العالم لكن ما حدش سمع عنه، لانه ما بيرقصش ولا بيعمل ترند، في حين ان اللي بينفخ بالونه واخد مليون لايك، والمجتمع بيسقف له وبكرمه كمان. ركز في كلامي كويس، ما تلومونيش لما اشوف استاذ جامعه او دكتور او مهندس او معلم او باحث حامل شهادات اكتر من سنين عمره ومش قادر يسد ايجار بيته، وفي نفس اللحظة نجم السوشيال ميديا فاتح شركة وسايق عربية وعامل نفسه رمز للإلهام. ركز في كلامي كويس، بقينا نكافئ الهزار ونتجاهل الجد ونحتفل بالسطحية وندفن العقول في الصمت. بقينا ايه؟ ندفن العقول في الصمت. فلو سمحتوا بلاش تلموني، ده انا اللي مستغرب ازاي لسه عندنا عقل.